أهلا بيكم مع ماستر مايند ورجعنا مع بعض. النهاردة احنا قدام لغز محير. ليه الناس لسه بتشتري سامسونج فئة A بالرغم من وجود منافسين صينيين بيقدموا أرقام خرافية؟ السر مش في الاسم، السر في اللي سامسونج عملته في الجالاكسي A17. لو بتدور على جهاز يعيش معاك لسنة 2030 فالفيديو ده معمول عشانك. أول حاجة الشاشة والتصميم. أول ما تفتح العلبة وتشوف ال A17 هتحس بلمسة سامسونج المعتادة، تصميم بسيط، شيك ومريح في الإيد. لكن الكلام الكبير هنا في الشاشة. إحنا قدام لوحة سوبر أموليد بتردد 90 هرتز. الألوان هنا جميلة جدا والسواد عميق جدا، وده بيخلي تجربة الفرجة على اليوتيوب أو الأفلام في حتة تانية خالص مقارنة بأي شاشة LCD تانية في نفس الفئة. وعشان ما كنش معاك في الحلو بس يا صديقي، عيوبها الوحيدة من وجهة نظري إن هي النوتش اللي في الشاشة القديم مش ثقب زي المنافسين. ندخل بقى على الأداء. سامسونج استخدمت معالج اكسينوس 1330 ال 5G، أقل سعر 5G من سامسونج. الفارق بينه وبين النسخة ال 4G، ولكن مش الفرق الكبير اللي هتنبهر بيه، خصوصا إن المعالج ده قديم شوية، ولكن هو تمام وهيقضي معاك الغرض وزيادة حبتين. بيلعب ببجي 60 فريم من غير دروب فريم. الأداء مستقر جدا ومش هيسخن منك بسهولة. أما البطارية ال 5000 ملي أمبير فهي بطلة الحكاية. مع سوفت وير سامسونج الخفيف، الموبايل ده هيكمل معاك يومين استخدام متوسط، وده اللي احنا بنسميه الاعتمادية. الكاميرات. كاميرا ال A17 الأساسية ال 50 ميجا بكسل مش جاية بأرقام وهمية، هي جاية تديك صورة حقيقية. في ضوء النهار التفاصيل ممتازة، وتوزيع الإضاءة أو الدايناميك رينج متوازن جدا. سامسونج ركزت إن صورك تكون جاهزة للنشر فوراً على إنستجرام من غير تعديل كتير. وبالليل وضع التصوير الليلي أو النايت مود اتحسن بوضوح عن ال A16 اللي فات وهتعجبك. نيجي بقى للحقيقة اللي مش كل الناس مش متقبلها. الجالاكسي A17 مش أسرع شحن، وسرعة ال 25 واط لسه موجودة للأسف، والمنافسين بيقدموا شواحن أسرع. لكن الموبايل ده هو الوحيد في سعره اللي هيضمن لك تحديثات أمنية ونظام لسنوات وقدام، وهو الوحيد اللي قيمته فيه لو فكرت تبيعه بعد سنتين. الخلاصة، ال A17 مش متكامل، لكنه هيكمل معاك سنين وانت مطمن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في ماستر مايند، وقولولي في الكومنتات تختاروا سامسونج المضمونة ولا الصيني اللي أرقامه أعلى. الفيديو اللي جاي بعد يومين هيكون عن موبايل اعتمادي جدا في الفئة دي،